مصر في 30 دقيقة نستعرض من خلالها أهم الأحداث والمستجدات على الساحة المصرية. نرصد ونحلل الخبر ونقف عند رأي المواطن في تحليله لهذا الخبر. ننقل ونتابع المشهد السياسي في الشارع المصري. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذا الأسبوع بجولة أوروبية شملت إيطاليا والفاتيكان ثم فرنسا، والتي تهدف إلى تدعيم علاقات مصر الخارجية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته بزيارة لإيطاليا، حيث التقى مع الرئيس الإيطالي وعقد سيادته جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون فيما بينهما لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة الأورو متوسطية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. كما اتفق الجانبان على تنفيذ عدد من المشروعات ذات التعاون الثنائي والتي ستساهم إيطاليا في تمويلها بقيمة إجمالية تبلغ 295 مليون يورو. وفي زيارته للفاتيكان أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير والاحترام للبابا فرانسيس، مؤكدا على أهمية استئناف الحوار بين الفاتيكان والأزهر الشريف في ضوء دقة المرحلة الحالية وما تستوجبه من تكاتف الجانبين لتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب وترسيخ قيم تقبل الآخر ونشر الفكر التنويري المعتدل ومواجهة الأفكار المغلوطة التي تسعى إلى هدم المجتمعات. وفي فرنسا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الأليزيه، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة تناولت سبل تعزيز والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب، فضلا عن استعراض الأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا. وقد أعرب الرئيس أولاند عن دعم بلاده الكامل لمصر ولمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية، مسمنا توجه مصر نحو استكمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق والمتمثل في الانتخابات البرلمانية. ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن شكره للرئيس الفرنسي على الاستقبال الحار والحفاوة البالغة، مشيدا باستئناف العمل وتفعيل المشروعات الفرنسية في مصر، فضلا عما لمسه أيضا من حرص فرنسي على زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر ولا سيما على المستوى المشروعات القومية الكبرى. كما أثنى الرئيس السيسي على إعلان فرنسا عن تخصيص موسم ثقافي فرنسي في فرنسا عام 2018، وهي جميعا مؤشرات تدل على مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أنه يتم بحث إصدار عفو رئاسي عن 2 من بين 3 صحفيين في قناة الجزيرة يقضيان عقوبة السجن ل7 أعوام. جاء ذلك خلال المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية، حيث أكد الرئيس في المقابلة أن زيارته المقررة إلى إيطاليا وفرنسا تأتي ضمن الجهود التي يبذلها لاستعادة مكانة مصر وشرح وجهة نظرها للأوروبيين ليتفهموا ما يحدث في مصر والمنطقة. وردا على سؤال حول آفاق التعاون العسكري مع فرنسا، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات العسكرية بين البلدين ليست وليدة اليوم، فإن مصر لها علاقات تعاون عسكري مع فرنسا منذ سنوات طويلة، وأن مصر حريصة على استمرار هذه العلاقات، لافتا إلى أن عقد صفقات جديدة بين البلدين مرتبط بمدى ما يمكن أن تقدمه فرنسا لمصر في ظل الظروف الراهنة. وحول شكوى أهالي سيناء من اضطرارهم لترك منازلهم، صرح الرئيس السيسي إن المنطقة الخالية جزء رئيسي من الحل، مشيرا إلى أن سكان المنطقة كانت لهم حدود مباشرة مع قطاع غزة دون سيطرة كاملة على حركة العناصر والأنشطة في هذه المنطقة الحدودية، مضيفا أن خلال التعاون مع الإرهابيين على مدى أكثر من سنة كان الجيش حريصا على ألا يكون هناك أي ضحايا من المدنيين أو الأبرياء.
مؤكدا أنه كان هناك تفاهم مع سكان المنطقة بهذا الخصوص نظرا لحاجة الأمن القومي المصري لإخلاء المنطقة لصالح بلدهم، وهو أمر لا ينسى لهم، وسيتم تعويضهم بمساكن قريبة بذات المنطقة. وحول حالة الفوضى الحالية في ليبيا المجاورة لمصر، نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي تماما وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددا على أن مصر تؤمن حدودها من داخل حدودها. وأوضح أن الموضوع في ليبيا يتطلب أكثر من مجرد التدخل العسكري، مضيفا أن الأمر يتطلب جهدا مشتركا لتعود ليبيا إلى الوضع الطبيعي، وأن لا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا. تنفيذا لتوجيهات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توفير الأمن والأمان للمواطنين. بدأت وحدات المنطقة المركزية العسكرية رفع درجات الاستعداد القتالي تمهيدا للتحرك والانتشار لتنفيذ مهام التأمين المكلفة بها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بنطاق القاهرة الكبرى، وبمشاركة عناصر من قوات التدخل السريع. كما استعدت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية للتعامل مع المواقف الطارئة بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية أمن الإسكندرية والمحافظات التي تدخل في نطاق المنطقة. وفي استعداد جاد وروح معنوية عالية، أتمت المجموعات القتالية للقوات الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة استعداداتها للانتشار وإعادة التمركز في نقاط ارتكاز ثابتة ومتحركة للعمل في نطاق المراكز والأقسام للمعاونة في تأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية. عاشت مصر حرة أبية، ووفقنا الله جميعا. جاهزين يا رجالة؟ إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية وعلى ثقة شعبنا فينا، وإن شاء الله بتمنى لكم التوفيق يا رجالة.
كما تقوم إدارة الشرطة العسكرية بتنفيذ العديد من الكمائن والدوريات المتحركة بالتعاون مع الشرطة المدنية لضبط العناصر الإجرامية المشتبه بها على الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية. ولازم نفهم كلنا إن مفيش بني آدم على أرض مصر هيعيش متروع ولا خايف ولا قلقان من أي مدعي يحاول يهدد أمن وحماية البلد دي واستقرارها، طول ما في القوات المسلحة المصرية وشرطة مصر العظيمة. فضلا عن قيام كافة التشكيلات التعبوية باتخاذ كافة إجراءات الاستعداد لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنفيذ مهاماتها الرئيسية في حماية الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية مسلحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية. فاحنا كلنا تحت أمر مصر، تحت ترابها، تحت أمر شعبها كبيرها وصغيرها. كل فرد في مصر له حق علينا، احنا مقدمين ارواحنا ليهم كلهم. وعلى الجانب الآخر استعدت وزارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية لمواجهة الدعوات التحريضية التي أطلقها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي للقيام بأعمال شغب وعنف وإشاعة الفوضى من خلال عدد من المظاهرات غير السلمية في البلاد، حيث أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة قامت بتوجيه ضربات للعناصر الإرهابية أفقدتهم التوازن وجعلتهم يتصرفون وهم لا يدركون عواقب دعواتهم الخبيثة. وشدد وزير الداخلية على تكثيف الأقوال والدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين، كما أكد على ضرورة تسيير دوريات أمنية مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزي وانتشار عناصر البحث الجنائي بالشوارع والميادين للرصد والملاحظة والتعامل الفوري مع الأحداث. انت بتدافع عن اخوك وعن ابوك وعن امك وعن اسرتك وعن شعب مصر، بتقوم بمهمه عظيمه دايما بتقوم فيها على مدار 24 ساعه. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. بالإضافة إلى تواجد عناصر البحث الجنائي وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين. وطالب وزير الداخلية بتفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية
والمواقع والمنشآت الشرطية، ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أي محاولات للاعتداء عليها، والتواجد الميداني لكافة القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أي ملاحظات. جاهزين يا رجالة؟ تحيا جمهورية مصر العربية! واصلت عناصر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية تحقيق العديد من النجاحات الأمنية لتصفية الجيوب والبؤر الإرهابية في العديد من المحافظات، حيث تمكنت عناصر مشتركة من الجيش الثاني الميداني والوحدات الخاصة التابعة لقوات الأمن المركزي وعناصر الأمن الوطني من رصد ومهاجمة أحد أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي داخل إحدى المزارع بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، حيث قامت القوات بالاشتباك مع المجموعة الإرهابية وتمكنت بعد تبادل مكثف لإطلاق النيران من تصفية أحد العناصر التكفيرية المسلحة شديدة الخطورة والقبض على 3 آخرين، كما تم ضبط بندقية آلية وعدد من الأحزمة الناسفة والقنابل محلية الصنع وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الدراجات النارية تستخدمها العناصر الإرهابية. وتواصل القوات تمشيط الزراعات والمناطق المحيطة بالبؤرة الإرهابية بحثا عن عناصر أخرى. المقاتلين الموجودين على الحدود دول مقاتلين رجاله، ما يفرقوش دايما عن المقاتلين اللي هم كانوا في 73. كلنا واحد. الجندي المصري معروف، الجندي المصري من زمان جدا معروف، معروف ان هو راجل. عايز اقول لكل الشعب المصري زي ما بلغتهم الرساله دي قبل كده وانا مصاب، بقول لكل الشعب المصري اطمنوا، احنا اولادكم وهنفضل هنا موجودين ندافع عنكم وواقفين ناخد رصاصه في صدرنا بدلكم. اي حد هيفكر يمس شعب مصر احنا اللي هنتصدى له، واي حد هيفكر يمس الامن الداخلي لمصر سواء كان من خارج او من داخل مصر ارهابي او ايا كان جنسيته مش هيقدر يقوم ناحيه مصر طول ما احنا موجودين. اللي عايز يقرب ناحيه مصر يعدي على جثثنا احنا الاول.
طبعا مش خايف، انا بحمي حدود بلدي وليها الشرف، لان احنا بنحمي بلدنا وبنحمي اهم جزء في الدوله، وباذن الله يعني نكون قد المسؤوليه، واحنا خير اجناد الارض زي ما قال صلى الله عليه وسلم. لو انا ليا الفخر اني انتمي هنا، ولو كل فتره تتجدد ليا ان انا افضل هنا، هفضل هنا اني اقضي على الارهاب اللي موجود في بلدي. يعني الفخر كل واحد مصري. في إطار حرص وزارة الداخلية لتوطيد العلاقات مع القوات المسلحة ورفع الكفاءة القتالية والتدريبية لكافة عناصر جهاز الشرطة، وذلك من خلال التنسيق المشترك بين مديرية أمن الإسكندرية والقوات البحرية، شهد الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية واللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ولفيف من قيادات وضباط مديرية أمن الإسكندرية والقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، حفل تخرج الدورة الأولى لرفع مستوى عناصر الانتشار السريع، حيث تضمن الاحتفال عدد من بيانات العملية التي أظهرت مدى الكفاءة القتالية التي وصل إليها عناصر الانتشار السريع، ومنها عمليات تأمين الركاب من الشخصيات الهامة وتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وكذلك اقتحام البؤر الإجرامية ومواجهة أعمال العنف المسلح. السيد الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، السيد اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الإخوة الزملاء، السادة القيادات والضباط والأفراد والمجندين الشرطة والقوات المسلحة، تحية إعزاز وتقدير للجهد الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة. الحقيقة إحنا في حرب مع الإرهاب، حرب بحقيقة، حرب مع عدو غاشم، عدو غدار، عاوز مننا نستعد بكل ما نملك من قوة ومن عتاد ومن نفس راضية عشان نأمن البلد دي. الأمن منظومة متكاملة بيتحد فيها، مش بيشترك، بيتحد فيها الشرطة والقوات المسلحة والمواطن. التعاون التام والتلاحم التام والتدريب المستمر والتدريب المتطور هو أساس تحقيق الأمن، هو أساس القوة. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بسيادتكم اليوم في بيتكم الثاني في عريق أسود القوات البحرية لواء الوحدات الخاصة البحرية بين رفقاء السلاح سندي الأمة المتلاحمين الجيش والشرطة اللذان ارتبطا ارتباطا وثيقا ووقفا معا يدا بيد ضد قوى التخريب والظلام والإرهاب، وقام بالزود عن الوطن في أحلك الظروف وأصعبها، فسطر ملحمة من التضحية والفداء
امتزجت فيها دماء مقاتلي الجيش مع مقاتلي الشرطة، ضاربين أروع الأمثلة في حب هذا الوطن. أبناء رجال عناصر الانتشار السريع، اليوم قد أنهيتم دورة رفع المستوى بنجاح وإتقان. أصبحتم رصيدا جديدا للشرطة المصرية الباسلة وقوتها الضاربة ضد كل من تسود له نفسه محاولة العبث بمخدرات هذا الوطن الغالي. كما أشكر أبنائي ضباط وصف وجنود لواء الوحدات الخاصة البحرية الذين لم يبخلوا بعلم أو بجهد أو وقت من أجل دعم رفاقهم من مقاتلي عناصر قوة الانتشار السريع، وكانوا صفا كالبنيان المرصوص وقاموا بإنجاح جميع المهام الموكلة إليهم بنجاح باهر. كما أحيي أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الغالية في سبيل إعلاء كلمة الحق ورفعة هذا الوطن المفدى. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لرفعة وطننا الحبيب مصرنا الغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تضمن الاحتفال تكريم عدد من المتميزين خلال الدورة وتبادل الهدايا التذكارية. في نهاية الاحتفال أكد الجميع على استمرار التعاون المشترك بين جناحي أمن الأمة القوات المسلحة وجهاز الشرطة للقضاء على الإرهاب ومواجهة العدو الداخلي والخارجي، واستعداد الجميع على تقديم كل ما هو غال ونفيس من أجل عزة ورفعة هذا الوطن. ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف والورايا دوبة بطولتي. ودايما تكونوا عندكم امل في الله سبحانه وتعالى اولا، وثقة في الله سبحانه وتعالى اولا، ثم في نفسكم. ان شاء الله ان شاء الله لازم الغد هيكون افضل، لان انا بقول دايما الهدف هو البناء والاصلاح. مش هيتحرق قلب مصر ابدا طول ما انتم موجودين ان شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر مين يقدر عليكي؟ ربنا اصلا حميكي، ما تشيليش الهم ابدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي عنه يا مصر يفكر يكسر الكناجير واشطر، اللي يجي عليكي يكسر، ما تخانقش اللي يعاديكي، ما تخلقش اللي يمسك، كلنا عايشين بحسك، رفرفي بعلمك ونسرك، ده انت يا وجندي فيكي، يا مصر مين يقدر عليكي؟ اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس والأجراس والأذان،
اسألوا موسى، اسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد دي وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة وقولت آمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا هتعرفوا مين مصر مين. مصر في 30 دقيقة استعرضنا من خلالها أهم الأحداث المحلية والعالمية، حتى نلتقي مع خبر جديد وأحداث جديدة في مصر في 30 دقيقة.